السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا من جديد وفيديو جديد ووصفة جديدة على القناة. دائما في إطار تحضير الوصفات السهلة والسريعة، الاقتراح ديال هذا النهار غادي تكون تحلية أكثر من رائعة شكلا ومذاقا. وجدوها لوليداتكم للضيوف ديالكم، شي حاجة اللي هماوية ولذيذة لذيذة لذيذة بزاف. أنا متأكدة إلا جربتوها مرة ما غاديش تكون آخر مرة، كتجي فعلا لذيذة واقتصادية وتستحق أنكم تجربوها. إلا عجبكم لا فيديو كيف ما باقي الفيديوهات ما تنسونيش من لايك للفيديو، كذلك تعليق محفز، قليبات وريضات شكليمه من عندكم كيف ما كانت. مرحبا والف مرحبا. صراحه تعليقكم كيفرحوني وكيشجعوني باش نزيد نشارك معكم المزيد من الوصفات. نبداو على بركه الله مباشره في المكونات مع طريقه التحضير. على بركه الله، اول حاجه في كاسرونه عندي هنايا نصف لتر من الحليب، غادي نضيف عليه ملعقه كبيره ممتلئه ديال النشا او المايزينا، ملعقه كبيره كيف ما كتلاحظوا معايا. وهنايا غادي نعطيكم واحد التفسير بين قوسين بالنسبه لهاد العلب ديال الفلون. هاد الكبيره راها نفسها نفس المفعول ديال الصغيره، حيت جاوني بعض التعاليق على هاد الفلون اش من نوعيه. راه نفس هاد الصغيره نفس المفعول ديال الكبيره، غير الكبيره كيكون فيها السكر والصغيره كتكون بدون سكر، اما المفعول ديالهم راهم بجوج كيجيو في نصف لتر ديال الحليب. هنايا درت واحد العلبه ديال الفلون ديال الشوكولا، سواء هذا اللي بالسكر او الصغير اللي بلا سكر. الا درتو اللي بلا سكر غادي تضيفوا واحد الجوج ملاعق كبار ديال السكر. انايا درت هذا الكبير اللي فيه السكر، يعني ما ضفتش السكر كيف ما لاحظتوا معايا. مباشره وضعته على النار في الاستمرار مع التحراك كيف ما لاحظتوا معايا. الوصفه فيها النشا، يعني ما خاصناش نوقفوا يدنا على التحريك، الا وقفنا راه غادي تحرق لينا النشا في قاع الطنجره. صافي هنايا كنبقاو نخلطوا حتى توصل درجه الغليان، نتحصلوا على هذا القوام هذا كيف ما كتلاحظوا معايا. وغادي تبان لكم انها بدات كتبقبق من على جوانب يعني ما لقيتش شي مصطلح اخر باش نشرح لكم. المهم كتبدا تبخ هكذا كتغلي. صافي غنزولوها من على النار وغادي نضيف عليها هنايا 4 القطع ديال هاد الشوكولا مربعات، 25 غرام في المجموع. المهم 4 القطع هادو ديال 4 ريال. صافي غادي نحركهم حتى يذوبوا في هذيك السخونيه ديال الخليط، وغادي نضيف عليهم هنايا مباشره واحد العلبه ديال دانيت كراميل. صدقونا البنات هاد التحليه كتجي اكثر من رائعه. ادمان. سجلوا الوصفه عندكم للشهر الكريم. كان يوميا كنديروا تحليات في رمضان، ان شاء الله هذه تكون ضمن التحليات اللي غادي تكون عندكم. هنايا بالنسبه للكؤوس عندكم حريه الاختيار. انا عندي هاد الكؤوس كبارين الصراحه، راه غادي ندير غير 4 ديال الكؤوس حيت فعلا هاد الكيسان كبار بزاف. انايا غادي ندير تحليه على هاد الشكل هذا، بغيتها تجيني مايله باش يجيوني هكا في الشكل نتاعها زوين. هاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا كنميلوا الكؤوس ونديروهم هكا في شي زليفه صغيره. هنايا صراحه فاش جيت نعمر الكؤوس الاخرى الايد ديالي غطات على الكاميرا ما رديتش البال. المهم خليت المقطع ما قطعتوش. صافي هنايا من بعد ما خويتها على هذا الشكل هذا شفتوا معايا جبت واحد الزليفات صغيورين هكا عندي تاع بلاستيك هادو، درت فيهم هاد الخليط وغادي ندخلو للثلاجه حتى يبرد تماما. عاد ندوزو نديرو الطبقه الثانيه. بالنسبه للطبقه الثانيه كناخذ كذلك نصف لتر من الحليب، ملعقه كبيره ممتلئه من النشا، وعندي كيس ديال الفلون بنكهه الكراميل. كذلك تقدروا ديروا هذا اللي بالسكر ولا اللي صغير بلا سكر، يعني راه بجوجهم كنديروهم في نصف لتر من الحليب. صافي غادي نرجعوه نديروه مباشره يغلى، نديوه فوق البوطه مع الاستمرار في التحراك. وحنايا كنحركو ضروري حتى يوصل درجه الغليان. فاش يوصل درجه الغليان غادي نزولوه باش نكملوا فيه الخدمه. بالنسبه للتحليه البنات الا ما بغيتوش تصدعوا راسكم باش تجيكم هكا مايله يعني في الشكل ديالها، غادي ديروا كؤوس تنصوهم في يعني عادي تخويو نصف ديال الشوكولا من بعد فاش تدخلوهم يبردوا بلا ما تميلوا لا كؤوس لا حتى شي حاجه، تخليوهم عاديين. صافي هنايا كيف ما لاحظتوا معايا ضفت 4 القطع ديال الشوكولا البيضاء، 4 كيف ما الطريقه الاولى ديال الشوكولا السوداء. هنايا عندنا 4 ديال القطع ديال الشوكولا البيضاء. ذوبتها في هذاك الخليط وهو سخون وضفت عليها علبه ديال دانيت كراميل. صافي خلطت الخليط ديالي مزيان. بطبيعه الحال هاد الطبقه الثانيه ما تضيفوهاش حتى تلاحظوا ان الطبقه الاوليه بردات ويعني تماسكت. صافي هنايا كنحطوا الكاس عادي وغادي نملؤوا بهذه الطريقه هذه بالخليط ديال الكراميل. الشكل ديالهم كيجي راقي جدا جدا. نتمنى فعلا ديروا لايك للفيديو هكا وتبارطاجيوه مع الاهل والاقارب والاصدقاء ديالكم. كيف ما قلت لكم ما بغيتوش ديروهم هكا مايلين، غادي تحطوا الكاس عادي ديروا النصف عادي ديال الشوكولا تخليوه يبرد، من بعد غادي تضيفوا النصف الاخر ديال الكراميل. شوفوا معايا الشكل ديالهم كيفاش كيجي راقي جدا. صافي غادي ندخلوا للثلاجه حتى يبرد، تقريبا ما ياخذش الوقت كتير حيت الفلون دغيا كيجمد وفيه ديك
فيه النشا كذلك، يعني دغيا دغيا كيبرد. صافي من بعد هنايا ما برد خرجته من الثلاجه. التزيين كيبقى اختياري، انا هنا زينته غير بهذا الشوكولا عادي، حيت هو اصلا مزيين نفسه بنفسه، كتجي شي حاجه اللي راقيه ولذيذه لذيذه بزاف. نتمنى تسجلوا هذا الفيديو عندكم ان شاء الله الشهر الكريم. والا جربتوا التحليه ما تنساوش تعطيني الراي ديالكم في التعاليق، كتبوا لي اي حاجه جربتوها من عندي وجيتوا يعني قلتوا لي كيفاش جاتكم. بصراحه كنكون جد مسروره. ما تبخلوش عليا بلايك للفيديو، ديروا لايك للفيديو البنات، ونزلوا خليوا لي تعليق لتحت، تقليبات وريضات شي كلمه من عندكم مرحبا والف مرحبا. كذلك انتقاداتكم البناءه مرحبا بها، وبارطاجيو كذلك لا فيديو مع الاصدقاء ديالكم، مع الصديقات ديالكم، الاهل الاقارب. وحتى لهنا كنكون وصلت معكم لاخر مرحله في الفيديو. غنضرب لكم موعد جديد مع فيديو مقبل، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. السلام عليكم.